اختفي تماما 6 شهور بعيد عن الناس وغير حياتك كلها. حرفيا بعد الفيديو ده هوصلك للحياه اللي انت عايزها واقول لك تفاصيل التفاصيل عن ازاي تحقق هدفك اللي انت حاطه لنفسك. الفيديو ده هيكون قوي جدا لان فيه معلومات انا اتعلمتها بشكل مدفوع ومن مصادر معروفه ومدفوعه، والناس اللي انا اتعلمت منهم الكلام ده قدروا يوصلوا لهدفهم وساعدوني ان انا كمان اعمل زيهم في 6 شهور بس. وكمان عملت لك جروب واتساب هشاركك فيه كل الاسرار وكل الحاجات اللي انا اتعلمتها ونفذتها وساعدتني كمان. عارفين المعلومات اللي موجوده جوه جروب الواتساب موجوده في الفيديو ده، محدش بيقولها غير بفلوس. وبرده جوه جروب الواتساب هتلاقي ناس بتشاركك تجاربها وانجازاتها. وبرده كمان من مميزات الجروب ان لما بيكون عندك مشكله بتلاقي ناس بتساعدك وبتحل لك مشكلتك. وبرده كمان انا بعمل فيديو كل اسبوع بطلع واحل لك مشكلتك بنفسي وبديك الحلول العمليه اللي توصلك لهدفك. فلو فعلا عايز بعد سنه من دلوقتي تبص على نفسك زمان وتكون فخور باللي حققته، انضم للجروب دلوقتي وتابع الفيديو للاخر عشان فيه معلومات هتغير حياتك تماما. كلنا عندنا اهداف وحاجات نفسنا نوصل لها، مشكلتنا الوحيده مش عارفين نعمل ايه بالظبط عشان نوصل لاهدافنا دي. عشان اختصر عليك، كل الناس الناجحه لما بيكون عندهم هدف وعايزين يوصلوا له بيلجأوا لاسلوب واحد بس، وهو ده عارفين ان هيوصلهم ليه، والاسلوب ده هو اسمه المانك مود. لو بتتفرج على الفيديو ده في 2025 ففي احتمال كبير انك تكون مدمن. ما اقصدش مدمن مخدرات، بس مدمن حاجه اوسخ من المخدرات، حاجه زي الافلام الاباحيه او حاجه زي الراحه او حاجه زي السوشيال ميديا، او على الاقل خالص مدمن متعه سريعه بكل انواعها. وزي ما انا متاكد انك مدمن، انا متاكد انك ذكي وعندك اهداف وكمان عندك امكانيات رهيبه تقدر توصلك للكلام ده. بس للاسف كل مره بتكسر الوعد اللي انت حاطه لنفسك من اول السنه، وده بسبب انك بتضيع وقت كتير وما بتحطش الوقت ده في انك توصل لهدفك. فحرفيا المانك مود هو المهرب الوحيد ليك في الحاله دي. بس قبل ما اكمل في حاجه لازم اوضحها في المانك مود. الموضوع هو مش لازم انك تكون ممل او انك بتقعد في البيت لوحدك، لا خالص. احنا بنعمل المانك مود عشان نخلق بيئه يكون سهل فيها علينا نتطور ونوصل لاهدافنا بسهوله من غير ما نحس بتعب. اي شخص في الدنيا بيصحى تعبان وبينام تعبان وبيقضي وقت كبير على تيك توك وبيتمرن ومش باين عليه اي تطور حتى لو بسيط، فحرفيا ده شخص مدمن وما عندوش اي ديسيبلين. وهنا بيكون لازم ينفذ المانك مود. ازاي بقى تطبق المانك مود بشكل صح؟ مبدئيا المانك مود ليه كذا بروتوكول او ليه كذا شكل او كذا نظام، والاشكال دي والانظمه دي والبروتوكولات دي بتختلف حسب هدفك وحسب المده اللي انت عايز توصل فيها، وبرده على حسب الانشطه اللي انت بتعملها كل يوم وعلى حسب شغلك. بس ما تقلقش، انا دلوقتي هوريك البروتوكول بتاعي اللي ساعدني جدا. اول جزئيه معانا وهي المايند، وفي المايند عندي 3 حاجات بعملهم. رقم 1 الصلاه او براي. الصلاه كده كده مهمه لانها فرض عليا، دي رقم 1. وغير ان هي مفروضه عليا وهي من اساسيات الدين بتاعي، فهي مريحه جدا 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 وبتساعد ان عقلي يرتاح، فهي مفيده لعقلي. معظم الناس بتقول لك ان الصلاه مفيده كروحيا ونفسيا، ودي حقيقه، بس ما حدش بيقول لك ازاي مفيده عقليا. لما انت بتصلي وتسجد الكهرباء الزياده اللي في مخك بتقل، الارض بتسحبها، وده اثبت علميا. فانت اول ما بتصحى من النوم وتصلي بتلاقي كل الطاقه الزياده وكل الكهرباء الزياده اللي موجوده في جسمك اتسحبت، وبالتالي بتحس بايه؟ بهدوء، وبتبدا يومك بشكل صح. في الصلاه في البروتوكول ده انا مش عاملها اختياري، انا عاملها نظام يومي فرض عليا كدين، وكمان جوه البروتوكول انا فرضه على نفسي عشان بيفيدني جدا. رقم 2 معانا في المايند وهي 15 minute of reading. لما كنت باجي اروح المدرسه كان في بتاع 15 دقيقه كده ما بين البيت وما بين المدرسه، ففي خلال الربع ساعه دي كنت بسمع فيها كتب. ولما دخلت عليا الاجازه قلت لازم ادخل كورس يطور عقلي واتعلم منه. طبعا الموضوع ده انا كنت بعمله كذا شكل قبل ما يكون معايا ثمن الكورس. كنت يا اما بجيب كتب اونلاين وبقراها، يا اما لو كان معايا شويه فلوس صغيرين كنت بشتري الكتاب واقراه، يا اما كنت بسمع كتاب اونلاين وانا ماشي زي ما قلت لك، يا اما كنت بدخل على شات جي بي تي واكتب له اسم الكتاب واخليه يلخص لي الكتاب ده واستفاد منه على طول. فكل دي طرق ممكن تستخدمها، مش هتاخد منك ربع ساعه كل يوم، هتساعدك انك تطور عقلك وتفرق كتير جدا جدا عن اللي في سنك. رقم 3 معايا في المايند وهي الكوفي تايم. الموضوع ده بالنسبه لي مهم جدا كل يوم، وبالذات اول لما بصحى. طبعا انا مسميه وقت الكوفي تايم، بس مش كل يوم بشرب قهوه، ساعات بيبقى يكون شاي او ساعات بيكون نعناع. الكلام ده بيهديني جدا ويخليني ابدا اليوم مركز. بس لازم في الوقت ده ما يكونش في حد قاعد جنبك، تكون قاعد انت والكوبايه وبس، او حتى على الاقل خالص لو مش هتشرب حاجه تكون قاعد في مكان هادي فيه هواء، قاعد مركز على الهواء بتاعك وبتتنفس ومريح دماغك خالص ومش بتفكر في اي حاجه. حرفيا لعلك مش هتحتاج اكتر من كده، ولا بقى فيديوهات تحفيزيه ولا نصايح ولا ايا كان من الحاجات اللي انت بتسمعها دي. كل اللي انت تحتاجه لعقلك 3 حاجات: وقت ان انت تقرا فيه، وقت ان انت تكون هادي فيه، وطبعا اكيد وقت الصلاه.
الكلام ده كله بنعمله اول لما بنصحى من النوم. رقم 2 ومعانا برضو في البروتوكول وهي البادي. بالنسبه لجسمك هتحتاج تروح الجيم 6 مرات في الاسبوع. مروحك الجيم ما فيهوش اي نقاش، لان ده يفرق معاك على المدى البعيد في موضوع التزامك. الحاجه الثانيه معانا وهي walking 10 minutes. مش هضحك عليك بصراحه، النقطه دي مش بعملها كل يوم، بس لو جسمك مليان وعايز تخس وعايز توصل لاحسن شكل لجسمك مهم جدا تعمل النقطه دي، وانك تمشي 10 دقائق كل يوم. الحاجه الثالثه معانا برضو في البادي وهي الكولد شاور. حرفيا ده اصعب حاجه ممكن تعملها اول لما تصحى من النوم، وبالذات في الفتره اللي هي بتاعت الفجر دي. فعلا الدش الساقع بيهيئك للنجاح والفوز بيومك. تسيبك من اي واحد بيضحك وبيتريق على الحاجات دي، ان هو اصلا ما يقدرش يعمل الكلام ده. اي انجاز كبير هتعمله خلال يومك وبالذات في فتره الصبح هيكون السبب فيه الدش الساقع، لان لو انت عملته في فتره الصبح اللي هي بتاعت الفجر دي جسمك بيكون ساقع. لما انت كمان بتحط ميه ساقعه فالجسم بيحاول يسخن نفسه، فيروح عامل ايه؟ يبدا يشتغل وعقلك يبدا يشتغل، فتحس ان انت فوق. طبعا اول ما الميه تيجي على جسمك هتحس بصدمه جامده، هتحس ان انت تعبت، بس بعدها هتلاقي الدنيا مشيت تمام وانت مستمتع. الحاجه الرابعه والخامسه معانا في البودي وهي نو جانك فود اند دراجز. لما بتاكل اكل مش صحي بتشرب مخدرات، فده مش بس هيقلل التستوستيرون عندك، لا ده كمان هيبوظ بشرتك وهيبوظ جسمك. الحاجتين دول كمان بيضيعوا طاقتك على الفاضي وهيوك ان انت تفشل وتضيع. حركه بقى سريه محدش هيقول لك عليها خالص، وهي اول لما بصحى من النوم في اول ساعتين مش باكل تماما، وده بيخليني خفيف وقادر اخش الشغل وانا مركز. عايزك تجرب الموضوع ده بنفسك وتقول لي رايك. انا عارف ان الموضوع ده بالنسبه لناس كتير صعب جدا، وانا زمان كنت واحد منكم. كان على طول عندي زي صراع ما بيني انا والنوم كل يوم. فازاي حليت موضوع النوم ده؟ هو اني بقيت قبل ما بنام ببعد عن التلفزيون، ببعد عن الموبايل، ببعد عن اي شاشه موجوده قدامي، وبنام وعيني مش متعرضه لاي ضوء ازرق. فده ساعدني ان ما بقاش عندي ارق واخش في النوم بسرعه. حرفيا النوم المظبوط بيخليك صاحي تاني يوم حاسس ان عندك طاقه خارقه كده عايز تكسر الحيط، يكون في تاثير تركيز عالي وروقان انت مش عارف السبب بتاعه، بس السبب بتاعه الرئيسي هو النوم. واكيد برضو انت فاهم انا بتكلم في ايه. وطبعا من الطبيعي ان لو ما عندكش روتين معين في النوم التستوستيرون بتاعك هيقل، وبالتالي بتقل رجولتك. ومعنى ان قلت رجولتك يعني انت نفسك بتقل. ما تزعلش مني، انا هدفي اصحيك واوعيك. من هنا بقى نخش على النقطه اللي بعد كده واللي اعتقد هتكون واضحه تمام. اول حاجه ديجيتال ديسيبلين، وانك تكون منضبط رقميا. يعني ايه منضبط رقميا؟ هو انك تكون ملتزم من حيث قعدك على التطبيقات وعدد الساعات. اول حاجه معانا في النقطه دي وهي نو سكرولينج اون تيك توك. صدقني انت لو عايز تفشل التيك توك ده احسن مصدر ان انت تفشل فيه. لو انت مش بتنزل عليه محتوى او مش بتستفاد منه كمحتوى كويس صدقني انت هتفشل مفيش مفر. رقم 2 برضو معانا في نفس النقطه دي ان السكرين تايم بتاعتك تكون اقل من 90 دقيقه ده كل يوم. يعني ايه السكرين تايم؟ لو ما تعرفش تفتح الموبايل وتشوف السكرين تايم عندك وتشوف انت بتستخدمه قد ايه كل يوم، وتشوف ايه اكتر تطبيق انت بتستخدمه او بتقضي عليه وقتك وتحاول تقلل وقتك عليه. وطبعا زي ما اتفقنا على حوار التيك توك ده منعه تماما. ثالث حاجه معانا في النقطه دي وهي مسح كل تطبيقات السوشيال ميديا. بصراحه عشان ما اكدبش عليك دي نقطه انا كنت عملتها قبل كده، بس حاليا مع وجود السوشيال ميديا وشغلي عليها ما قدرتش ان انا امسحها، فبالتالي ببعد عنها تماما الا لو انا رايح للشغل، يعني شغل وبس. اعتقد كل النقط بتاعت الديجيتال ديسيبلين واضحه ومش محتاجه كلام اكتر من كده، وده بالظبط اللي انا بعمله عشان اوصل لاعلى حل التركيز واحقق هدفي. دلوقتي بقى نروح للنقطه اللي من خلالها بحقق هدفي وبكون فيها منتج جدا. كل اللي فات ده كان تهيئه للنقطه دي، والنقطه دي اسمها بزنس اند ميشن. اول حاجه معانا في النقطه دي وهي من 3 ل 5 ساعات اوف ديب ورك. 5 ساعات شغل في اليوم الواحد بتركيز عالي احسن من مليون ساعه وانت اصلا مش مركز وضايع. كل اللي بعمله في النقطه دي هو اني بشتغل 5 ساعات من غير تشتت بروقان وبتركيز. الحاجه الثانيه معانا برضو في النقطه بتاعت بزنس اند ميشن وهي نو مالتي تاسكينج. انت عشان توصل لهدفك مش محتاج مهام كتيره او تفكر في حاجات كتيره. كل اللي انت محتاج تعمله انك توجه جهدك لحاجه واحده بس، واللي هي هدفك اللي انت حاطه. وكمان نقطه ثانيه بعملها في البزنس اند ميشن وهي نو اوفر ثينكينج، واللي هي بالظبط لما بتكون انت مركز على هدفك وبتكون مركز في حاجه معينه بتبدا بقى تركز هو الناس شايفاني ازاي، هو الناس مش عارف ايه، هو الناس ايه، او ازاي الموضوع ده بيجي من الناحيه الشمال قبل الناحيه اليمين، وبتقعد تفكر كتير 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 وانت عارف انت بتفكر في ايه بالظبط. فكل الكلام ده عبط مش هيوصلك لحاجه. فكل اللي انا بعمله في نقطه بزنس اند ميشن بشتغل 5 ساعات بس بتركيز ومش بعمل مهام كتيره خالص. فكل اللي بعمله في نقطه بزنس اند ميشن هو اني بشتغل 5 ساعات بتركيز وببعد تماما عن اي مهام كتيره او اي تفكير زايد في اي حاجه ملهاش لازمه. طبعا في النقطه دي في ناس بتعمل حاجات تانية كتير بس انا عشان مش بعملها فمش حاططها من ضمنهم. بس برضه هحذرك من الحاجات دي زي الفرجه على افلام السيكو سيكو وبرضه فك العشرة. انا اسف بس لازم اقول لك الكلام ده ما اخبيش عليك. في ناس بتقول لك ما تعملش الكلام ده، بس انا اني كده ما بعملوش
فمش حاطه من ضمن جدولي، بس بحذرك عشان لو كنت انت بتعمله. حرفيا الفيديو ده معمول للناس الضايعه تماما، ولو طبقوا البروتوكول ده هيستفادوا جدا وهيحولوا حياتهم في 6 شهور بس اول ما يختفوا عن الناس وينعزلوا تماما. لو الفيديو ده فادك اعمل لايك وسبسكرايب، وشوف الفيديو ده هيفيدك اكتر.